لو انت صاحب بيزنس ووصلت لمرحله ان انت عاوز تعمل ماركتنج، اول حاجه بتفكر فيها اجيب ايجنسي تمسك الشغل ولا اجيب فريلانسر. خليني اقول لك الفرق علشان تعرف تختار صح. الايجنسي بيبقى فيها فريق متكامل وفيها كل شخص متخصص في جزء معين. يعني لو بدات بالميديا برودكشن هتلاقي فيها الدايركتور والفيديوجرافر والفيديو اديتور والكالرز والجرافيك ديزاينر والبرودكشن مانجر والسكريبت رايتر. كل الناس دي هتلاقيها بتشتغل بس على البيزنس بتاعك عشان تطلع لك ايديا او حاجه فيجوال يعجب التارجت اودينس بتاعك. وطبعا بيبقى في انتجريشن بينهم وبين الماركتنج ديبارتمنت، وده بيبقى مسؤول عن الرود ماب بتاعه البيزنس بتاعك، وده بيشمل الماركتنج دايركتور، الماركتنج مانجر، الماركتنج اناليتكس، والبراند مانجر، والبي ار، والسوشيال ميديا مانجر، والمودريتور، والميديا باير، والكوبي رايتر. ولسه في ناس اكتر كمان بتبقى شغاله بس عشان تخلي البيزنس بتاعك يبقى نمبر 1 في الماركت وتاخد اكبر ماركت شير من السوق. بس اكيد عزيزي الكلاينت زي ما انت عارف كل حاجه وليها ثمن، وعلشان كده الايجنسي تطلب ارقام كبيره جدا في العقود بتاعتها.